احتفلت الجمهورية العربية المتحدة بعيد الثورة 11، عيد الثورة المجيدة التي حققت منذ قيامها النصر في مجالات التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، حتى أصبحت جمهوريتنا تقف في مصاف أرقى الأمم. في مساء يوم 22 يوليو وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى السرادق الكبير الذي أقامه الاتحاد الاشتراكي في ميدان الجمهورية ليلتقي مع شعب الجمهورية العربية المتحدة بمناسبة عيد الثورة 11. صاحب الرئيس السادة ضيوف الجمهورية العربية المتحدة والكولونيل هواري بومدين وزير الدفاع الجزائري ونواب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الرئاسة والوزراء. وافتتح الحفل السيد حسين الشافعي نائب الرئيس بكلمة الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي، استعرض فيها قصة الثورة والتنظيم السياسي للجمهورية منذ بدء تكوين حركة الضباط الأحرار حتى إقامة الاتحاد الاشتراكي العربي، وقال: لقد كان الضباط الأحرار تنظيما سياسيا آمن بمبادئ كانت أحلام شعب، وامتلأ ثقة بقائد كان أمل أمة. ثم ألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابه التاريخي. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة المواطنون، يعز علي أن يكون العيد هنا والحزن في دمشق. يعز علي أن يكون الاحتفال هنا وفي سوريا يسود الظلام. يعز علي أن أرى الجماهير بمئات الألوف في الشوارع في طريقي إلى هذا المكان، وفي سوريا كلها حظر للتجول دخل يومه الخامس، وحول هذا البلد العربي المناضل إلى معسكر اعتقال كبير. يعز علي أن أرى المصانع هنا تفتح في احتفالات الثورة، وأن أرى الأرض الجديدة بزرعها، وأن تكون في سوريا محاولة قتل الحياة ذاتها وسفك الدم وانتحال أوهى الأعذار لعمليات التصفية الدموية وللملاحقات الإرهابية وللإنذار والوعيد. يعز علي ذلك كله، ولكنها إرادة الله، وهي أيضا طبيعة النضال الوطني القومي، طريق مفروش بالشوك في بعض الأحيان وبالألغام في بعض الأحيان، لكن إرادة الحياة تنتصر أخيرا وتحقق النصر الحتمي للشعوب على كل المنحرفين وطلاب السلطة والتسلط بغير عقيدة يريدونها رغم إرادة شعوبهم، ويفرضونها بالنار والحديد والمشانق وبفرق الإعدام رميا بالرصاص بغير حساب وبغير حق وبغير قانون وبغير ضمير وبغير شرف. أيها الإخوة المواطنون، إذا كنت لم أبدأ هذا الخطاب بتحية عيد الثورة الجديد فلأني أعلم تماما أن ما يجيش في صدوركم هو ما يجيش في صدري. وفي صباح يوم 23 يوليو وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى مكان الاحتفال بعرض القوات المسلحة، وبصحبته المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والكولونيل هواري بومدين نائب رئيس الوزراء الجزائري ووزير الدفاع. وعند وصول الرئيس إلى مكان الاحتفال بطريق كورنيش النيل
عزفت الموسيقى السلام الوطني، وأدى التحية حرس شرف من طلبة الكلية الحربية. ومرت أمام المنصة الرئيسية مجموعة الأعلام وأخذت مكانها أمام المنصة. وألقى المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خطابا بدأه باسم الشعب وتحية الأبطال الذين واجهوا معركة الحرية والشرف فوق أرض اليمن. ثم قال: تواجه القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة هذا العيد وهي تشعر بالثقة الكاملة في قدرتها على تحمل المسؤوليات الضخمة التي حملنا إياها شعب الجمهورية الواعي لدوره كطليعة لتقدم الأمة العربية كلها إلى غد ترفرف عليه أعلامنا المنتصرة. وبدأ بعد ذلك أكبر عرض عسكري شهدته الجمهورية العربية المتحدة، فمرت مجموعة قائد الطابور مجموعة الخيالة والهجالة، موسيقى الخيالة، كتيبة من الخيالة، كتيبة من الهجانة، وجاء بعد ذلك عرض القوات المترجلة، قوات الرمزية من الجيش الجزائري تضم مجموعة من أبناء شهداء الجزائر الأبطال. الموسيقات العسكرية، الكليات العسكرية، الحربية والبحرية، والكلية الفنية وكلية ضباط الاحتياط ومدرسة ضباط الصف المعلمين. وجاء دور النضاليون وقوة الصاعقة، السلاح الجديد الذي أدخلته الثورة وحقق النصر تلو النصر. بعد ذلك عرض للقوات الميكانيكية والمدرعة، وحدات الرمزية من المشاة المحملة على ناقلات مدرعة. وحدات الرمزية من المدفعية. وحدات الرمزية من الدبابات بمختلف أنواعها.
لقد أصبح جيشنا يمتلك أحدث الأسلحة في العالم كله، وأصبح أقوى قوة ضاربة في الشرق الأوسط. لقد أدهش هذا العرض رؤساء الوفود التي حضرت هذا الاستعراض، والملحقون العسكريون للدول العربية والأجنبية بالروح العالية التي بدت واضحة على وجوه ضباطنا وجنودنا، وهم يسيرون أمام قائدنا جمال عبد الناصر يؤدون التحية العسكرية. لقد أثار عرض الصواريخ الدهشة والإعجاب في قلوب المشاهدين. إنها وثبة كبرى وثبها جيشنا الباسل، وأكدها الصاروخ الجديد ذو المراحل المتعددة الذي صار في الاستعراض لأول مرة. الجيش الفلسطيني هو يسير تملأ نفوس أفراده الثقة بالله والوطن، وهم يرددون بقلوبهم وألسنتهم شعارهم إننا عائدون. القوات العسكرية الإضافية والحرس الوطني وهيئة الفتوة، شبابنا المتطلع إلى المجد. ثم مرت الهيئات الرياضية والشعبية في أرض الاحتفال. ومرت في سماء القاهرة أسراب من الطائرات الجديدة التي زود بها جيشنا لتصبح قوته المقاتلة في الجو في مستوى ما وصل إليه من قوة وبأس. وغادر الرئيس جمال عبد الناصر مكان العرض مودعا من الآلاف المؤلفة من أفراد الشعب بالدعاء والهتاف. لقد التف الشعب حول القائد والزعيم يرحب بوثبة الجيش القوي، ويؤكد المضي مع الرئيس حتى يحقق للبلاد ما تتمناه من سعادة ورفاهية. وفي أعياد الثورة أمضى الرئيس جمال عبد الناصر يوما خالدا من أيام المجد في مجالات الصناعة والتصنيع، فقد افتتح الرئيس جمال عبد الناصر مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، وقصد إلى داخل المصانع الكبيرة حيث تفقد كافة العنابر قسما قسما، وشاهد ومرافقوه من ضيوف الجمهورية العربية المتحدة كيف يتم إنتاج مختلف أنواع السيارات داخل المصنع العربي الجديد. لقد أصبحت بلادنا تنتج السيارات وغيرها من الصناعات التي كانت وقفا على البلاد الأجنبية. وزار الرئيس بعد ذلك مصانع شركة المواسير والصلب، وهي إحدى الصناعات الجديدة التي أنشئت في عهد الثورة المباركة. وتفقد الرئيس وضيوفه مراحل إنتاج هذه المصانع الضخمة التي تمثل مرحلة من وثبتنا الصناعية الجديدة. وفي مساء يوم 24 شهد الرئيس جمال عبد الناصر احتفال الشباب بعيد الثورة باستاد القاهرة، كما حضر الاحتفال ضيوف الجمهورية العربية المتحدة ونواب الرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة والوزراء وآلاف الجماهير. وقد عرض الشباب لوحات راقصة تعبيرية على أنغام الموسيقى اشترك فيها الطلبة والطالبات والعمال والفلاحون.
كما اشترك في المهرجان طلبة وطالبات المعهد العالي للتربية الرياضية، فقدموا تشكيلات رياضية أثارت الإعجاب والتقدير. وارتدت القاهرة حلة من الزينات المضيئة التي أحالت المدينة إلى شعلة من النور تعكس معالم البهجة الحقيقية التي تملأ قلوب شعب انتصر على أعدائه الذين حاولوا تكبيله بالقيود، فحطم قيوده ونال حريته وخرج إلى العالم صورة للانتصار لتثبيت معاني الحرية والعدالة والاشتراك.